وصفة اليوم هي صوص الشوكولا المنزلي. وصفة بنينة على الآخر، سهلة التحضير، فيسع ما تحضر لنا في رمشة عين. وتنجم تزين بها أنواع الجاتو، تنجم تعمل بها تارت، تنجم تعمل بها كريب، أي حاجة حلوة تخطر لك على بالك سابلي تنجم تعملها بالصوص الشوكولاتة هذية. توا نشوفوا كيفاش باش نحضروه. عنا لهنا نص كيس حليب، نحطوه في الميكسر متاعنا، خلاط الكهربائي متاعنا، ونحطوا عليه نص كيس سكر حبيبات، ونحطوا عليه نص كيس من الكاكاو الخام. الكاكاو ماذا بينا يكون من نوعية جيدة باش يجي الصوص متاعنا بنين والكاليتي متاعو باهية. وتوا نجي نحطوا اخر مكون اللي هو الزيت. زيت نباتي عندي لهنا نص كيس زيت، معناتها المكونات الثلاثة لكلهم في النص، الأربعة حليب زيت وسكر وكاكاو لكلهم نص كيس نفس الكمية. نعملوا لها ضربة توا في الخلاط الكهربائي متاعنا متاع دقيقة دقيقتين، جوست ما تتحرك المكونات مع بعضها وتتجانس، ونكونوا تحصلنا على صوص شوكولا منزلي. لا نسحقوا شوكولاتة ولا نسحقوا حتى شيء، كما شفنا مكونات بسيطة على الاخر وما يستحقش البرشا خدمة. دوبا ما نخلطوا المكونات مع بعضهم في الميكسور والا بالباتور. اذا كان تحب القوام متاعو يكون ارزن شوية هو جاناش، اذا كان تحب القوام متاعو يكون ارزن زيد شوية زيت نباتي. مثال عملت نص كيس زيت كيس غير ربع، يجيك اقوى شوي، يجيك كأنه معناتها كالكريمه القويه العاقده. دونك لهنا باش نوريكم كيفاش زينت به الكيكه نتاع الشوكولا. الكيكه موجوده على القناه، موجوده في فيديو هبطها الجمعه اللي فاتت. دونك شفتوا القوام نتاعو بنين على الاخر ومزيان، ومطعم الزيت ما يخرج فيه بالكل. دونك الوصفه هذه تنجم تستحقها لتحليه رمضان بقدره ربي. ان شاء الله رمضانكم مبروك وينعاد علينا بالصحه والسعاده والفرحه يا ربي، وبسلامه.